سعاد خانم، نحن من ايمتى كنا خدامين لضيوفك ولادهم؟ شو عم تحكي فريال؟ عم بحكي عن بنتي لطفية اللي صارت خدامة لضرتها وامها. قصدك عم ساوات القهوة؟ لك يضرب هالزمان اللي انقلب فخات القرب، الكلاب نصبت سيوانا واسمع سكنة الترب. وفتحي عينك هالقدة. هلا إذا ساوت قهوة لضرتها وأمها بتكون خدامة إله؟ هي هدى ساوت كسر صفرة إلك ولبنتك ومنتم ساكت. أنا مالي جاية آكل عندك وماني بحاجتك ولا بحاجة ضرة بنتي لحتى آكل من تحديات زهرمان البخاري، واللي رزقتي عليه الله يعجل عليه. فهمتي ولا ما فهمتي؟ والله اللي بده يعيش معي بده يعيش على كيفي أنا فريال. لا حبيبتي لا، مو على كيفك منوب منوب. في عندها رجال قد الحيط، هو اللي بيحكمها وهو اللي بيتأمر عليها. هذا الرجال اللي عم تحكي عنه كمان ابني، وهو بده يمشي من تحت أمري. أنا هيك طبعي، واللي ما عجبه يروح يسكن عند أهله. عم تقلعي بنتي من بيت جوزها يا سعاد؟ لما بيكون بيته لحاله تبقى تعيش فيه لحالها. طيب روحي ضبي اوعيكي والبسي بسرعة وليه. يلا لطفية. نعم مرت عمي. إذا بتطلعي مع أمك رجل عصام ما فيها. والله مالك رجال بيت لحتى تتحكمي فيها. خليها تطلع معك ومنشوف شو بيصير يا فريال. ايه ريحي، ماني سالة لا عنك ولا عن جوزها ولا على بيتك كله، هذا من بابه ولا بحرابه. البيت اللي رباها ما راح وخلاها بيت امك بضمك بلمك. روحي البسي اوعيكي ولك روحي قدامي وليه. يلا امشي يخرب بيتها من حالها هالسرنا وين بشير كله من تحت راسها. هالمرت الفرانة اللي خبزاته كلياتها عجين. إلهي